السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبألف خير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كيكة السوس رول. هنمشي خطوة خطوة مع بعض عشان الكيكة تطلع معنا ناجحة وما فيهاش اي غلطة. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي نيرة سليم. تعالوا مع بعض نشوف مكوناتنا ايه. عندنا نص كوب من الزيت، نص كوب من الحليب، عندنا نص كوب من السكر، 3 معالق كاكاو، كوباية وربع دقيق، بيكنج باودر، فانيليا، عندنا 2 بيضة، معلقة صغيرة من اللبن البودرة. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجة جبنا البولة، هنحط بسم الله الرحمن الرحيم البيضتين، هنحط عليهم الفانيليا بتاعتنا، ونخفقهم كويس جدا. طبعا اللي عنده مضرب كهرباء تمام جدا، مفيش اي مشكلة. تمام اهو. هننزل عليه بنص كوباية السكر بتاعتنا، وهنخفقه برضو كويس جدا. طبعا برضو ينفع في الخلاط. هنخفقه لمدة 5 دقايق. احنا خفقناه اهو، شايفين الشكل بقى عامل ازاي. هننزل عليه بنص كوباية الزيت بتاعتنا، وهنقلب برضو كويس جدا. هننزل بنص كوب الحليب بتاعنا، وهنقلب كويس جدا. شايفين القوام عندي بقى عامل ازاي؟ ده القوام اللي انا عايزاه. تمام، هنسيبه كده على جنب. هنجيب البولة بتاعتنا، هنجيب الكوب وربع من الدقيق بتاعنا، هنجيب المصفى وهننخله كويس جدا عشان يدي للكيكة طراوة وهش، ما تبقاش الكيكة بتاعتنا مكتومة، عشان برضو لو فيها اي تكتلات نستغنى عنها. شايفين؟ تمام. هنحط البيكنج باودر، معلقة صغيرة. تمام. معلقة اللبن البودرة، 3 معالق الكاكاو بتاعي، وبرضو هنخله عليهم عشان نتفادى اي تكتلات. شايفين التكتلات؟ شايفين؟ نجيب منديل
هنقلب كل المواد الجافة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كيكة السويس رول سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة، بس انتي تتبعي الخطوات وهتنجح معاكي بفضل الله. تمام. كل المكونات اللي جافة مع بعض اهي. هنجيب الخليط بتاعنا اللي احنا ركناه على جنب اهو، هننزل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنخلط كل ده كويس جدا. شايفين؟ ونجيب اللي في الجوانب وتحت عشان لو في اي حاجة من الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو. شايفين ما شاء الله؟ شايفين القوام بتاعي ده اللي انا محتاجاه. طبعا مضرب الكهرباء هيكون اسهل من اليدوي او الخلاط عادي، بس انا النهارده حبيت اشتغل بايدي عشان اوريكم خطوه بخطوه، يعني ما رضيتش احطه في الخلاط عشان نشوف مع بعض هيبقى عامل ازاي. شايفين ده القوام اللي انا محتاجاه. هنجيب صينيه. جبت الصينيه بتاعتي اهيت. هحط معايا ورقه زبده احطها في الصينيه. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم وهننزل بالخليط بتاعنا. هنجيب اليوزباتولا احسن. شايفين القوام ما شاء الله؟ تعالوا نفرده مع بعض في الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفرده في الصينية كويس جدا. فردنا القوام بتاعنا بالشكل ده اهوت. طبعا هنكون مولعين الفرن على درجة حرارة 170 اهي. هدخل الكيكاية بتاعتي لمدة 20 دقيقة 30 دقيقة بالكتير. طبعا نزلنا باللبن الحليب بتاعنا العادي تدريجيا على اللبن البودرة والدقيق والسكر البودر، وقلبناه كويس جدا لحد بقى معانا بالشكل ده. صوص سهل جدا ولذيذ واقتصادي، مكوناته كله في البيت اهو. شايفين الصوص جاهز معايا والكيكه بتاعتي في الفرن. تعالوا مع بعض نعمل الكريم الشانتيه. الكريم الشانتيه جبنا بوله، فنجان من الكريم الشانتيه، معانا معلقه كبيره من سكر البودر، معانا ميه متلجه او لبن متلج، نص فنجان من الميه، وهنقلب كويس جدا لحد ما القوام يتقل معايا. طبعا بالمضرب الكهرباء طبعا اسرع. بصوا القوام اهو هيبدأ يتقل معايا واحدة واحدة.
شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ تقل معايا اهو على طول. انا حطيت معلقه سكر بودر عشان سوري، الكريم الشانتيه بتاعي خام. انا جايباه سايب من عند بتاع الحلويات، بيبقى احسن، نتيجته احسن في العمايل. انا ما بحبش اعمل الباكو الجاهز ده، على طول بجيب الكريم الشانتيه اللي من عند بتاع الحلويات. الكريم الشانتيه جاهز معايا. تعالوا نجيب الكيكه بتاعتنا من الفرن، خلصت معانا خلاص. زي ما حضراتكم شايفين الكيكه بتاعتي خلاص خلصت وطلعتها من الفرن. هشيل الصينيه كده وهجيب الكيكه بتاعتي. شايفين ده القوام اللي انا عايزاه لكيكه السوس رول بتاعتي. شايفين الجمال ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اول خطوه هنعملها مع بعض ايه؟ الكيكه بتاعتي اهي تمام، شايفين معايا كويس؟ الكيكه بتاعتي اهي حلو كده. اول حاجه هنعملها هنلف الكيكه بتاعتنا بورقه الزبده اهي عشان تاخد معايا شكل الصوص رول. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، لمده 5 دقايق بالظبط. هسيبها بس تاخد معايا شكل الصوص رول بورق الزبده عادي، مفيش اي مشكله. تمام، احنا سيبناها ل5 دقايق تاخد شكل الصوص رول. احنا لفينها بالورق الزبده عادي، مفيش اي مشكله. تمام، طبعا هنفردها بالراحه كويس جدا. اهم حاجه بس احنا كنا عايزينها تاخد شكل الصوص رول. احنا فردناها اهو. هنجيب اليوزباتلا بتاعتنا، كريم الشانتيه هنحطه. شايفين معايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما نكترش عشان الكريم الشانتيه ما يطلعش معانا بره. انا هفرده في كل الكيكايه وارجع لكم. شايفين احنا بنفرد ازاي عشان مفيش حاجه تطلع بره، وما نكترش الكريم شانتيه خالص. اذا كان بقى الكيكه بيضايه هنحشيها مربى برضو ما نكترش. تمام، شايفين اهي ما شاء الله. اول مره احنا لفينا بورق الزبده وحطينا الكريم شانتيه. هنستخدم الورقه بتاعتنا، مش هنلفها زي ما لفيناها، لا هنمشي بيها واحده واحده كده اهو لحد ما الكيكه الصوص رول بتاعتي تتلف بالشكل ده. تمام، هقوم جايبه الورقه بتاعتي كده ولفه الكيكايه بتاعتي كده اهو، وهدخلها التلاجة لمدة ساعة لحد ما تمسك نفسها، ونرجع نشوف هنعمل ايه. عقبال ما الكيكاية بتاعتي تجمد في التلاجة هروق المطبخ بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، هو مكركب اهو. والمواعين هنغسل كل حاجة. طبعا انا غالية مية عشان هسيح الشوكولاتة بتاعتي. المية بتاعتي اهي بتغلي. هجيب صينية معايا لوح الشوكولاتة اهو، الشوكولاتة بيضة عشان هزوق بيها الصوص رول. هحطها كده تسيح مع نفسها واشطب المطبخ وارجع لكم. زي ما حضراتكم شايفين انا طلعت الصوص رول من التلاجة بعد ساعة. حضرت صوص الشوكولاتة والشوكولاتة البيضة بتاعتي سيحتها على بخار مية وشطبت المطبخ بتاعي. خلصت البوتاجاز صبنته وخلصت المواعين بتاعتي اهي. تمام، تعالوا مع بعض نكمل بقية طريقة الصوص رول. احنا خلاص خلصناها وطلعت معانا بالشكل ده اهو. دلوقتي هنظبطها برضو، شايفين اهو. هنظبطها وهنعمل كل حاجة دلوقتي مع بعض. تعالوا نشوف هنعمل ايه.
اول حاجه هنعملها هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم، وهنجيب صوص الشوكولاته بتاعنا وهنحط على كيكه الصوص رول بتاعتنا. هو هينزل بقى. اهم حاجه ان احنا نغطي الصوص رول بتاعنا كله، ونتجنب تماما ان احنا نعمل كده بالمعلقه، عشان ممكن الكيكه بتاعتنا تعمل بيها اهو. شايفين انا بعمل ازاي؟ هلف الناحيه التانية برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل كده اهو. شايفين؟ لحد ما نغطي الكيكه بتاعتنا كلها. اهو بجد سهله وجميله وما فيهاش اي حاجه خالص. شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك. شايفين؟ احنا كل الصوص بتاعي هنزله كده اهو بالشكل اللي احنا شفناه مع بعض كده. تمام. هدخلها التلاجة لمدة ربع ساعة بالظبط. انا دخلت الصوص رول بتاع التلاجة لمدة ربع ساعة. طبعا الشوكولاتة انا هزين بيها على وش الصوص رول، فكيس الحلواني طبعا كبير على الشوكولاتة، فكيس مطبخ عادي اهو. كيس المطبخ كيس التلاجة بتاعتنا عادي. انا هقصه كده بالشكل ده عشان اعرف ازين بيه. هجيب الشوكولاته بتاعتي اللي انا سيحتها على بخار ميه، هنزلها بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين معايا؟ الشوكولاته برضو بيضه جايباها من عند ملتزمات الحلويات، بتاع الحلويات عنده كل حاجه ما شاء الله. وهعملها كده اهو، ومن هنا من هنا هقوم خرمها خرم صغير جدا عشان اعرف اعمل بيها كده على الصوص رول. طلعت الصوص رول بتاعي من التلاجة بعد ربع ساعة. الشوكولاتة اللي احنا مجهزينها من بعض انا هبدأ افتحها خرم صغير خالص عشان اعرف اعمل بيه الشوكولاتة. يلا تعالوا نعمل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعملها كده اهو. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. شايفين؟ شايفين الجمال؟ انا عملت الشوكولاته بالشكل ده. جايبه ده برضو من عند ملتزمات الحلويات. بسم الله الرحمن الرحيم.
شايفين ما شاء الله، شايفين الجمال. وده برضو من عند ملتزمات الحلويات، انا حابه ان انا اعملها بالشكل ده. سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، اولادك هيحبوها جدا. الناحيه التانية برضو هعمل نفس النظام. شايفين الشكل بقى معايا جميل ازاي. ما شاء الله الشكل معايا النهائي اهو. شايفين ما شاء الله، ما شاء الله بجد. تعالوا مع بعض نقطعها. اول حاجه طبعا هنعملها ان احنا هنشيل الاطراف بالراحه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما حضراتكم شايفين انا سويت الاطراف اهي. ما شاء الله احلى السوس رول تعمليه في البيت بكل سهوله. بس امشوا معايا خطوه بخطوه زي ما انا مشيت واحده واحده، هتعملي احلى السوس رول. يا رب تكون عجبتكم. استنوني في فيديو جديد. كان معكم نيرة سليم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.